مهرجان أكيتو التاسع عاشتك مودخلي في ماثد برطلة حقيقة كتشاتك مختارخ غذم مثواث شعب ديدان دودخ مهرجان بقاوح. هذا مهرجان ليس بس مهرجان سراي وإنما مهرجان وطني له، بدليل أنه هذا مهرجان برعاية دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحت شعار أكيتو أصالة والتجدد. بهذا جلسة افتتاحية ملقيه شعراء بغداد، بصرة، سماوة، ديوانية، إضافة إلى شعراء بغداد، برطلة، مكرماش، تدسقف. إذن هذا مهرجان للمناسبة دسوراي فقط، وإنما مناسبة وطنية، عيد وطني عراقي له. مهرجان أكيتو التاسع مفتخرة أنه سنويا كودخله بغذم مثواث شعبنا. أكيتو شرشايوثا وحداثا بهن يوم عهيدة من يوماثد يرخد نيسن كروزة أرقى وكباقخ ورد وبيبونة وكمخت ثكيانا وكلوشة أرقى اسطل زهيا. أكيتو رشاتا بوليتا آشوريتا خثتا بقاوحك نبصة بريثا وقيمة من شنثة وقبهرة دشتا وخايب بصخوثة وخادوتا كمشاري مركبياثد ملكم ميزلتا دترئسر يوماثا وبهن يوما وأخنن قوماثا عزستا برطلة اكشم أخ برا قالد أوهاثا وساواثا مزيغة وخويخة عم ريخد إيلانة الزيتة ششلثة من شبرة ميها من طورد مار ماتي وقد بربارة وديرد مار بنام وسارة سقيلوثة بشمية وأرقى وأبرة وطاواثة كل شاتة وعمن عرقايا خيروثة وبسخوثة بدهاوخ عم سوغيتا أثريتا مقرويلا يهلي دمدرشت حنين سرييتا قوبرطلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الأكارم، أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير وعافية وإبداع. في البدء أعتذر عن عدم حضوري معكم وعدم تلبية دعوتكم الكريمة في هذا المهرجان البهي وهذا العيد الأغر لأسباب خارج إرادتي، ولكن روحي كما تعرفونها فإنها تدور معكم وتغني أفراحكم دائما. كذلك بودي أن أنقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لكم وتمنياته بنجاح هذه الفعالية المهمة لشريحة من شرائح المجتمع العراقي الأصيل، لسكان هذا البلد الأصلاء الذين بقوا محافظين على طقوسهم وأعيادهم وأفراحهم. فشكراً لمن توارث الفرح جيلاً بعد آخر، وشكراً لمن أدام وغذى مهرجان أكيتو بالجمال والإبداع. تحية لاتحاد الأدباء والكتاب السريان، وهم يصرون على إدامة هذه الأفراح الأدبية والثقافية. وتحية لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق على عمله الدؤوب
ومواصلة نشاطاته التي لم تنقطع أبداً، وربط كل محافظاتنا العزيزة وكل الأندية والاتحادات المرتبطة بالمركز بهذه الهمة والنشاطات الدؤوبة وفي كل مكان. في النهاية أتوجه لجميع الحضور بالشكر والعرفان على تواصلكم وإيمانكم بالمشاريع الثقافية التي نزعم أنها خلاصنا الوحيد في مواجهة هذا العالم المتوحش. شكراً للجميع، وأتمنى لكم أياماً طيبة في مهرجان أكيتو. الشاعر الدكتور عارف الساعدي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية. شكراً للسيد منذر عبد الحر. كنشن بريخة بدهاوخ عم مملة حوياذا قوانايا السبرة وكاثوة جو عراق ميقرة علي الفواس. لا شك أن الاحتفاء والاحتفال بيوم أكيتو في موسمه التاسع له دلالات كبيرة. الدلالة الأولى هو أننا نلتقي لنواصل مساراً ثقافياً وإنسانياً نؤكد من خلاله على أهمية الانفتاح على الثقافات العراقية المتنوعة والاعتراف بها بوصفها وجودات أصلية في ذاكرة وتاريخ العراق. المفصل الثاني هو التأكيد على أهمية التلاقح ما بين الثقافي والسياسي والاجتماعي والإنساني، لأن الثقافة هي إحياء، مثلما نحن اليوم نحتفل بأكيتو عيد السنة البابلية الآشورية الذي انطلق من فكرة الخصب ومن فكرة الولادة ومن فكرة الإيمان بالحياة والمستقبل. المفصل الثالث وهو المهم، كيف لنا أن نفكر معاً بالمستقبل، كيف لنا أن نؤهل وأن نعيد تأهيل الذاكرة العراقية لكي تتخلص من زمن عنفي وزمن إكراهي حاول أن يلغي من ذاكرة العراق الكثير من ثقافاته المؤسسة، ومنها الثقافة السريانية والكلدانية وبكل تلاوينها وعناوينها. لأن التأكيد على الأصول وتعميق وجود هذه الأصول داخل بنية التفكير العراقي، داخل المشروع السياسي الوطني الاجتماعي، لكي تكون الآفاق مفتوحة لبناء وطن يستوعب الجميع، ولبناء دولة عادلة ناجحة تؤمن بالشراكات وتؤمن بالعدالة الاجتماعية وتؤمن بالحريات والحقوق. وأظن أن هذه هي من الأسس الكبيرة التي ينبغي لنا كمثقفين كعاملين بميادين متعددة أن نشترك عليها. شكراً للسيد علي محمد اسكندر. بتهاوخ عم مملة مختوى سوريايا جو حويادة سبرة وسايومة عراقاية مقرولة ميقرة موشة حمو رش مختوى باقر. عزيزاً ميقرة شلامة اللوخن خدية وخدوزوتا وبيقارة خزخ لوخن جاهي خيتا جو إيدا الأكيتو أطرة وبخيلد آلها بتمور غدانا رابا بسمتا هاوم شكرا خويادة كتاود عراق جاود بغداد اتلان رابية عزيزة منذر عبد الحور وجمال الهاشمي وبالتأكيد رابي علي فواس وحسن البحار وعمران الخياط وهاو رابا بسيمة دا مدير ناحية برطلة رابي علي محمد اسكندر. فكلهم شينة تنتية وتلن هيوي وإقارة بيوخم خيلة آلها مورخلان خادانا رابا بسمتا هاويتم بسيمة. شكرا للسيد موشي خمو. يتفضل السيد راوان بولس
لإلقاء كلمة اتحاد الأدباء والكتاب السريان فليتفضل. إن احتفاؤنا اليوم بعيد أكيتو رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة في برطلة، هذه المدينة العريقة بتاريخها وتمدنها وحواضرها وتراثها السرياني النفيس، مدينة تمتد بغنج على سهل فسيح عامر بالخير والبيادر والجمال، إذ حافظت عبر الأزمان على إرثها السرياني والإنساني الوطني الثر بإرادة وتضحيات أهلها الكرام رغم عاتيات الزمن. إن احتفاؤنا اليوم بعيد أكيتو هنا في سهل نينوى العريق له استحضار وتواصل مع إرث نهريني عريق ثري بمعانيه ومدلولاته، إذ كان أجدادنا القدامى من البابليين والآشوريين ومن قبلهم السومريين والأكديين يحتفلون سنوياً دينياً وشعبياً ورسمياً بهذا العيد وبانتظام بمراسيم مهيبة وبطقوس متنوعة لمدة 12 يوماً في مدن بابل ونينوى وآشور وأربيل وغيرها من المدن، ويشارك فيها الجميع بعفوية وبحيوية من عامة الشعب والكهنة والملوك والآلهة والفنانين والشعراء حتى عناصر الطبيعة. أيها المحتفون أكيتو الجميل، يتضح لنا وبشكل جلي من هذه المراسم والطقوس المتنوعة التي كانت تمارس في عيد أكيتو عن مدى حرص الإنسان الرافدين على أرضه وخصوبتها وثرواتها وانتمائه العميق إلى وطنه أولاً وأخيراً، وتجسد أيضاً أقصى درجات الرقابة والمتابعة من قبل المؤسسة الرقابية ممثلة بالكاهن الأكبر لأداء الحاكم وعدالته وكفاءته في إدارة الشؤون البلاد، وتؤكد أيضاً على مسؤولية الحاكم ونزاهته وحرصه على شعبه وحمايته، كذلك الذود عن سيادة مملكته وسلامة أراضيها وحمايتها من الأعداء. هكذا وقبل آلاف السنين وبهذا الحرص والنبل والحكمة والجمال كان سلوك الإنسان الرافدين في حياته ومنهجه. أين نحن اليوم من كل هذا التحضر والتمدن والحرص والرقي والانتماء؟ أيها الجمع البهي، أن احتفالنا اليوم بعيد أكيتو بحلته الوطنية وبتنوع فعالياته لهو إنجاز يأتي تناغماً واستجابة للدعم المباشر من لدن دولة رئيس الوزراء المحترم وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار للمشهد الثقافي والأدبي الوطني، مدعوماً برؤية إبداعية مستدامة يقودها اتحادنا العام بقيادته الشابة الطموحة، تعتبر خطوة هامة على طريق الصحيح، خطوة تؤسس لمسيرة 1000 ميل وميل. كل الشكر والعرفان والامتنان لكل الجهات الداعمة التي ذكرت أعلاه والتي حقا عملت بتفاني ومصداقية، وبفضلهم أصبح أكيتو من المهرجانات المهمة في الوطن. كذلك لا بد أن نشكر ونثمن التعاون الكبير من قبل إدارة النحو في برطلة وبقية دوائرها الإدارية وكنائسها لإقامة هذا المهرجان في أجواء يسوده الأمن والطمأنينة والفرح. وكل الشكر والامتنان إلى كل من ساهم وقدم يد العون من الشخصيات والمراكز الثقافية والفنيين والإعلاميين والإداريين وعناصر الأمن لإنجاح هذا المهرجان. سيداتي العزيزات وسادتي الأعزاء، من هذا المنبر وبحضوركم كريم نؤكد مقترحنا لأصحاب القرار بأهمية إقرار أكيتو عيداً وطنياً رسمياً يحتفل به جميع العراقيين، آملين جعل مهرجان أكيتو مهرجاناً دولياً تستمر فعاليته لمدة أسبوع. وأيضاً نجدد مطلبنا بضرورة استحداث مديرية عامة للثقافة السريانية في هيكلية وزارة الثقافة العراقية، وأن يكون مقرها في مدينة قرقوش بغديدة لتأهيل البنية التحتية للثقافة السريانية والنهوض بها بعد تعرضها عام 2014 للجينوسايد ثقافي وإنساني. أيضاً نطالب حكومة إقليم كردستان
بضرورة تأسيس أكاديمية اللغة السريانية في أربيل لتعزيز المسيرة التعليمية السريانية في الإقليم. أيضاً ندين وبشدة الحادث الإرهابي الجبان الذي تعرضت له قبل أيام مسيرة أكيتو الحاشدة في دهوك، آملين من الجهات الرسمية في حكومة إقليم كردستان كشف الملابسات الحادث والاقتصاص العادل من مرتكبيه. في الختام نستذكر معا دعاء الكاهن الأكبر في معبد إيساقيلا قائلا: أيها الرب الملك العظيم رب الملوك، أيا نور البشرية، الرب رب الملوك، بابل هي عرشك وتحت وصايتك، أشفق عليها وامنح الحرية والكرامة لمن يسكنوها في بابل. ونردد نحن أيضا كل الحرية والكرامة للعراق وأهله الأحرار. كل أكيتو أنتم والجميع والعراق بألف خير. هاوي بسيمة ميقرا روانت بولس بتهاوخ عم ميقرا بهنام شمني وتنيثا تاريخ برطلة باقت. 7,000 سنة هو عمر وجود الإنسان على هذه الأرض التي واقفون عليها الآن. هذا ليس الذي أنا أقوله، وإنما مثبت لدى دائرة الآثار العراقية يوم ثبتت التلال والأماكن التاريخية فيها سنة 1936 في برطلة كما نسميها بالسريانية. وبرطلة في الوثائق الحكومية قامت إحدى أولى التجمعات الزراعية يوم عثر الآثاريون في تنقيباتهم في تل يقع على أطراف البلدة على آثار مشابهة لتلك التي عثروا عليها في تل حسونة. ولا زالت الأمطار والحفريات تكشف بين الحين والآخر على قطع فخارية ولقن أثرية تعود إلى عهد الإمبراطورية الآشورية وما قبلها. بعد التحرير تفاجأت القوات الأمنية بفتحة تؤدي إلى باطن الأرض ظناً منهم أنها نفق لداعش، وهم لا يعلمون أن مدينة أخرى مطمورة تحت الأرض في منطقة محاذية لهذا المكان نسميها نحن في برطلة الخراب. نعم، الخراب. ويلات وويلات مرت على هذه البلدة عبر تاريخها الطويل، لكنها كانت في كل مرة تنهض وتعود من جديد لتواصل دورها الحضاري والثقافي في المنطقة. هنا قامت إحدى أولى المدارس في العراق الحديث منذ بدايات القرن الماضي. سنة 1919 شهدت افتتاح أول مدرسة حكومية رسمية، هي مدرسة برطلة الابتدائية، التي انطلق منها أبناء برطلة لينشروا العلم والثقافة في جميع أنحاء العراق من شماله إلى جنوبه. لا زالت سجلاتها تحتفظ بأسمائهم. لم تكن هذه هي المدرسة الأولى، فقد سبقتها مدارس أخرى كانت تعطي علومها بالسريانية، فدائما ما كانت الكنائس تحرص على أن تجاورها المدارس. بتشمأخ عم حدادة ليهلا ميلودي. Krishna
أكيتو إلى خامن عيدة شرشاي جو أثرا بدنهرن وإلى عيدة شورايا تخيوثة بسبب أكيتو إلى صيرة بت أرعى وبرناشوثة من شورايد بريثة وببريشوثة جو أرعد بدنهرن هالبت عيدة إلى من زونة شومرايا وإلى بريا طوارة وشخلافة بقاوة جو متحة باولايا عثورايا بصيخة وخخني بنونت أذ أمتا تيغ بخايا جو أرعد بدنهرين تقمحكو خبليشانا تسورث أدليشانا تقيلة خاشرشا من أكدايا باولايا عثورايا يعني كبن أمرن أخني وبرونت أي أرى برونت أي أثرة والهادخ قمزي حخ بعيدواثا أنت إيلو خسامة من يرتوثا من تشعيثا من مردوثا خامني وأنا نقايا إيلي أكيتو اديو الأرعد برطلة مقيم لن خسامة من زياحة أكيتو قم عذرن أمن قاود أدقيقة مقيم تتأذى عد عيدة حيادة قاونايا تصبر وكاثوي عراقاي ومنا مني حيادة صبر وسايوم السرياي شي تأيث التن أدعيدة خاوش من يانا من عود وياثا هذه أدعيدة شي عايلة شات التشيلة أخني مقيومة وغاذي أدعيدة وكل قاتا كبايش مقيمة قو خشوبة قو خامن بنياثت أثرا حبيوة اديوب برطلالة يوم تري إيلب عنكاوة وشاتع ورتا إيوة قو بعشيقة ومقمنا إيوة قو زاخو وعمادية وهادخ أخني كل شيتا قم كبشخ سبرة وكاثوة من كل أثرة من كل أثرة بريشايث ريشانة حويادة تصبرة وكاثوة كله مديناثة أثرة أما عم باقدوثة حيادة قوانايا وأما عم صبرا وكاثوان سورياي كبيشي مقروة مملة خرزة بريشة مني قريثة مشحاثة ومني مقروتة سامة زمرة وأمنة وهر هادخ كبايش مغزية خكمة من كثوياثا جو خابث قلاخة بريشة دليشانة سوريايا أني عودو ياثا كله كيب خميدة اختا كل دنيا تتعمن خايلة عمن إلى مشوتوبة بعيدة واثي أصلاي تشعيثناي سب كل أمتا إن لها ولا عيدة واثة أمتناي إن لها ولا تشعيثة عمقتا ليبن أمرخلا خأمتا شرشيتا أخني عمن إيلي أقره قاوت هذه أرأت نهرين ومن أرأت نهرين مطيلة كل دنيا شرايت شات خثة وكفايش هذه عيدة ريشات خثة من يرخد نيسن هايو كل دنيا هل بريشايث جو أوروبا هل شاتت ألبو اشتأم و58 ألبو اشتأم شتي اجت لويس الرابع عشر ملكة فرنسا اجت بواليلة فقدانة تدمشخلب له ريش الشاتة من يرخد نيسانة جو أوروبا كلها طالت مولادة بيرخد كانون تريانا يقارن رابيلة جو أثرا هل شوية ميزانية أثرا كبيشاوة قريثة ومتوتة بيرخد نيسانة أني كله أيوة خكمة من ديانة أيوة صيرة أثرا إيلي خأثرة شرشاية وأثرا ويلي لأقرته ناشيثة تكل دنيا وخامدا أقرياثة إيلي زياحة وبصخوياث باريوة قزونة باولايا أثورايا وهل أدو يوما عمن كالدايا سوريايا أثورايا قم زايح بآذي عيدة بريخة هاو أكيتو بريخة كل عمن تكل خادك خازيلا هاو أكيتو بريخة أثرا حبي وبتنارين وهاو بشلقامة ومنتيثة وبسيمة